السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة طحينة في البيت مع بعض. دي كوباية سمسم ني، ودي كوباية سمسم مستوية محمرة، يعني محمصة زي ما بيقولوا، ودي اديهم زيت. هما التلاتة قد بعض، 3 كوبايات كده، هما التلاتة قد بعض. هنبدأ كده بسم الله ونصلي على النبي مع بعض، ونبتدي بقى نضرب في الخلاط. طبعا دي بقى لما بتعمليها في البيت بتبقى جميلة جميلة جميلة، حاجة مضمونة ونضيفة عاملاها على ايدك، وفي نفس الوقت موفرة جدا جدا جدا. وحط تحت كلمة جدا خط احمر، لان انا بعت الولد جاب لي ب20 جنيه جاهزة، ما عملتش بيها حاجة، ما عملتش حاجة، يا دوبك يوم وخلاص. وجاب لي ب20 جنيه عملت بيها يعني اكتر من نص كيلو. هوريها لكم دلوقتي، هتحس بالفرق جامد، لان اسعارها دلوقتي بقت غالية خالص. الطحينة الخام دلوقتي معدية 140 و130 على حسب كل مكان انت قاعدة فيه، بس مش اقل من 130 و140. فتروحي تبعتي بقى الولا يجيب لك عينه. طب واحنا ليه بقى نقعد نبص عليها كده ونبص نيجي نعمل حاجه تانية ما نلاقيهاش؟ هتذلينا يعني؟ لا، احنا خلطنا في بيتنا، والسمسم جنبينا تحت البيت، وانزل يا ابني هات لنا السمسم عشان ني، فلازق قوي في الخلاط، مش مخلي الخلاط يتحرك. فاحنا هنقسم ايه، هنقسمهم مع بعض، نحط نصهم كده في الكوبايه، والنص التاني كده نضربه في الكبه مع بعض. يلا ايوه كده، ايوه مع بعضينا، وارجع اضربهم في الكبه تاني. خلاط مقرف، مش كفايه الكبه؟ هتبقى انت والكبه عليا. يلا نضربهم كده ايه ضربه تانية. لازم تنعميها كويس، لو ما نعمتيش السمسم كويس، دي الخطوه الاساسيه عشان تاخدي طحينه حلوه، انك تنعميها كويس. لو ما نعمتش كويس بقى مش هتاخدي طحينه حلوه. فلازم بقى تعيدي وتزيدي، تعيدي وتزيدي، تخليها كده عامله شبه الدقيق. كل ما تمسكيها كده تبصي تفتكري الطحينه بتاعت بره، وتلاقيها لسه ما نعمتش، ترجعي تعمليها تاني، تقولي لا هضربها تاني. هتعب شويه بس تاخد نتيجه حلوه، مش مشكله. عيالي بره عاملين دوشه طبعا، وسط الطالع، ربنا يهديكم. بصوا كده مع بعض، لزقت في الكبه جامد. عشان ايه؟ اللي هي النيه بتحسيها كده فيها رطوبه، نسبه الرطوبه اللي فيها ديت بتبقى عامله في الكبه، بتلزق جامد. يا دوبك لفه وتقف، غير التانية. يلا ننزلهم مع بعض كده، ولو لقيناها محتاجه تاني هنعملها تاني، مش مشكله، احنا ورانا حاجه. لازم تعملي الحاجه بذمه عشان ايه؟ تطلع كويسه معاكي. نجيب بقى الباقيين ونحطهم، ونرجع نضربه في الخلاط بقى. تمام كده. شايفين يا جماعه؟ يا دوبك اكتر من نص كوبايه شويه هنا، واكتر من نص كوبايه شويه في الكوبايه التانية. بس بسم الله ما شاء الله، رمت معايا كميه، يعني هبهرك بيها دلوقتي، هتشوفيها تتفاجئي. يعني بسم الله ما شاء الله، فرق جامد ما بين الطحينه الجاهزه والطحينه اللي في البيت. بصي، المشكله الخلاط عمال ايه. لو عندك كبه تانية ما تستعمليش الكبه دي، استعملي الكبه التانية. الكبه التانية هتبقى اريح ليكي، اما الكبه دي مقرفه. بس انا مضطره بقى عشان ما عنديش كبه تانية اللي انا اعمل في دي. بس اتضايقت خالص لما الولد جاب لي ب20 جنيه، بصيت ما لقيتش حاجه في الكيسه. قلت لا مش مشكله، هستحمل قرف الكبه، بس تعمل لي حبه طحينه محترمين في بيتي، احط براحتي، اجي احط ملاقيش ليه يعني.
والولا يفضل نازل طالع نازل طالع وحاجات عينات. احنا خلصنا بقى كده السمسم الني، هنخش في السمسم المحمص. بس اوعي تغلطي غلطتي، انا غلطت دلوقتي غلطة العمر. بصي السمسم الولا جابهولي محمص، لونه غامق كده محمر زيادة عن اللزوم. انا المفروض كنت شلته، كنت عملت بيه حاجة تانية. المفروض كنت رجعته للولا، قلت له لا هات لي محمص اللي هو الفاتح شوية. ما جاش في بالي خالص الا لما جيت اعمل كده ولقيت لونه غامق. قلت لسه هبعت والله عاملة زي ما تيجي تيجي. بس بص لونها غامق ازاي، تحس انك عندك بلح عجوة. بس المنظر المفروض تبقى فاتحة شوية، بس هي كان في السمسم ذات نفسه متحمص فمدياني سمسم غامق. هنشوفها كده مع بعض محتاجة تاني ولا لا. هجيب معلقة وارجع لكم. لقيتها محتاجة تاني. يعني كانت صوابعي وجعتني وقفت شوية. بصوا بصوا كده، ايوه. نشوفهم مع بعض كده تاني. عامة احنا مع بعض يعني، هنلاقيها محتاجة هنعمل الكبة في ايدنا وهنعملها تاني، مش مشكلة. ننزلهم مع بعض كده ونخلص مع بعض. بس انا حاسة ان انا ماسكة بلح عجوة، عشان السمسم لونه غامق، نديله لون درجة غامقة. حاسة ان انا ماسكة بلح عجوة. اوعي تغلطي غلطتي وتعملي كده، لازم السمسم يبقى فاتح شوية. بص كده هي شغالة ازاي وحلوة وكده وزي الفل، عشان السمسم ده متحمص شوية مفيهوش نسبة رطوبة. اما السمسم الني كان بيلزق جامد عشان فيه نسبة رطوبة، فكان كل شوية بقى تخبطي وترزعي تخبطي وترزعي، يدوبك لفة وتلاقيها لزقت. ده لأ، ده بسم الله ما شاء الله كان أسرع من التاني. التاني خد معايا وقت، أما ده لأ ما خدش معايا وقت. اليوم ده لو قلتلكوا صوابعي وجعتني وجع. يلا مش مشكلة، نصلي على النبي مع بعض، نزيد النبي صلاة. اللهم صل عليك يا نبي. كده نكبهم على بعض ونشوفهم نظامهم، عايزين تاني ولا مش محتاجين. لو محتاجة تاني اعملها تاني، مش محتاجة خلاص. بس لو محتاجة ما تطنشيش، رجعيها تاني واعملي، عشان دي خطوة أساسية، دي أهم خطوة. انك تلاقيها ناعمة جامد، كل ما تلاقيها ناعمة كل ما تلاقيها أحلى. ونسيت اقول لكم يا جماعه اللي انا نسيت احط كوبايه الدقيق نفس المقدار بتاع الدقيق، نفس الكوبايه ونفس حبه دقيق. بس انا نسيت اقول لكم، بعد كده بقى ابتديت اللي انا احط بالمعلقه دقيق. الدقيق كده بيخليها حلوه كده ماسكه في بعضها كده، بيخليها جميله. هوريها لكم دلوقتي مع بعض. غير بلح العجوه اللون ده يا ربي، غير بلح العجوه. ايه تاني؟ في حاجه تانية غير بلح العجوه بنفس الشكل ده، نفس الدرجه دي؟ بصوا. طب بلح عجوه ولا مش بلح عجوه؟ تحسي بلح عجوه مع حلاوه طحينيه. بص المنظر. يلا محتاجة تاني، حاساها خشنة شوية. تعرفيها ازاي نعمت؟ لما تلاقيها لزقت في بعض، السمسم ذات نفسه كده عجن في بعضه كده. هنعمل بالحبة مع بعض، نضربها كويس. عملتيلي الاشتراك؟ ما تنسوش يا جماعة تعملي الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان ينزل لكم كل جديد. كل يوم هنزل لكم فيديو جديد وفكرة جديدة، وان شاء الله تستفادوا. بالذات البنات اللي لسه بادئة، البنات المبتدئين العرايس، كل ما يبصوا كده ويتعلموا هيبقوا بسم الله ما شاء الله ستات بيت.
ادعوا يا جماعة للعيال اللي في الامتحانات، ربنا يا رب يقويهم يا رب. امتحانات تالتة اعدادي وثانوية عامة، ربنا يا رب يعينهم ويقويهم. تبقى سنة صعبة عليهم، تبقى طول سنين الدراسة سنة صعبة. ثانوية عامة دي، تالتة ثانوي عامة دي تبقى صعبة صعبة يعني. ربنا يا رب يعينهم ويفرحهم ويديهم على قد تعبهم يا رب. كل عيل يتعب يا رب ربنا يديله على قد تعبه، والعيل اللي مش بيتعب ربنا يهديه، لان اكيد اهله بيزعلوا وبيتضايقوا عليه. ربنا يا رب يهديه. بص كده انا حسيتها نعمت. بص كده ايه لزقت في بعض ازاي. بصوا طالما لزقت في بعض كده اهو بقى شكلها كده اهو حتة واحدة، يبقى هي كده ايه نعمت بقى، بقت تمام. بصوا المنظر. خلصناهم كده وحطيناهم على جنب كده. دي كوباية الزيت. بعد كده نجيب بقى الايه، احنا رجعناهم في كوبايات تاني كده عشان ما يتقلبوش مني. نجيب كده بالراحة السمسم تاني ونرجعه. لازم تضربي الزيت شوية كده في ايه في الخلاط لوحده، وتلاقي لونه اتغير. كده رجعنا بقى نكمل مع بعض. هتحطش بالحبة، تحطش بالحبة لغاية ما ايه يندمجوا مع بعض، الزيت مع السمسم كده يندمجوا مع بعض. وتضربي كويس، كل ما تضربي كل ما يديكي قوام احلى. طبعا انا بعد ما عملت كده عماله احط بالمعلقه بالدقيق، بس معلش ما خدتش بالي، ما جبتلكمش الحته دي. كنت عماله احط دقيق بالمعلقه كده واضرب في الخلاط، احط بالمعلقه واضرب في الخلاط. لازم تحطي معلقتين 3 دقيق لازم، عشان ايه تمسك كده مع بعضها. بصوا المنظر، بصوا شكلها، بصي تقيله ازاي. دي تمسكي معلقه منها على كوبايه زبادي وتروحي عاملاها كده، ما اقولكيش على الطعم يعني، خام خام يعني. بصي كده عملت كميه جميله، كميه يعني، كميه محترمه مش اي كميه. مش الولد اديله 20 جنيه يروح يجيب لي عينه يا دوبك عملت منها طقه، اجي اعمل تاني ملاقيش. ماله بقى دوت لما تحطيه عندك في البيت، وما تنسيش اللي هو خام. يعني انت هتمسكي معلقه انسي. يلا بقى بصوا، بصوا الجمال. بسم الله ما شاء الله، كميه حلوه يعني. استودعكم الله. ادعوا لي دعوه حلوه بقى، كل اللي تجربها تدعي لي دعوه حلوه. باي.